السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. النهارده هنحرك مع بعض اللوجو بتاع شركه ماكنزي اند كمباني، وان شاء الله المنتج النهائي للتحريك هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. فيلا بينا ومن غير كلام كتير نخش على الجد على طول. اول حاجه وقبل اي حاجه طبعا ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين كلها ولبنان والسودان وفي كل مكان. دلوقتي انا جبت اللوجو بتاعي بصيغه PNG بحيث ان هو الخلفيه بتاعته تكون شفافه. انا عشان خاطر اخلي الحركه في اللوجو انيميشن غنيه وفيها حركه كده شويه، بحاول اقسم الليارات على قد ما اقدر عشان خاطر ازود التفاصيل بتاعتي. فقسمت اللوجو بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا انا ممكن ادخل اللوجو على بعضه على الافتر افكت وبعد كده اعمل دوبليكيت لللاير واعمل ماسك لكل واحده، لكن انا ما بفضلش كده عشان خاطر لو قابلتني مشاكل في الصوره او حاجه اقدر اعدلها على الفوتوشوب. وطبعا عشان نقسم الليارات دي بسرعه بعمل زي ما كنا اتعلمنا قبل كده في الفيديو بتاع ازاي تختصر وقت شغلك للنص، ان انا بعمل اكشن يساعدني ان انا اخلص الموضوع ده بسرعه. بعدين بفتح الافتر افكت وكالعاده بعمل هنا نيو كومبوزيشن، ومن هنا بسمي الكومبوزيشن بتاعي، ومن هنا بختار 1920 في 1080 25 فريم بير سكند، ومن هنا بختار الفريم ريت عادي بسيبه زي ما هو. بعد كده هنا بدوس 500 عشان يطلع معانا 5 ثواني زي ما اتعلمنا قبل كده، وبعد كده بدوس اوكي. بعد كده بضغط هنا دبل كليك او بدوس كنترول اي عشان خاطر اعمل امبورت للفايل بتاعي، وبدوس هنا وبختار من هنا كومبوزيشن ريتين لاير سايز. بعد كده بدوس امبورت وادوس اوكي. بعد كده بسحب الكومبوزيشن بتاعي وانزله عندي في الكومبوزيشن الاساسي. بعد كده دبل كليك عشان ادخل جوه. بعد كده ابدا الون الليارات بتاعتي عشان اعرف اشتغل مظبوط. فمن هنا لهنا هديهم لون فوشيا. بعد كده حرف الاند هديله لون وليكن اللون الازرق. بعد كده بقيه الحروف هديها لون تاني وليكن اللون الاخضر. بعد كده الدوت هديها لون مختلف عشان خاطر هي برضو ليها معامله خاصه وليكن اللون البينك. خلينا نعمل زوم هنا على الكومبوزيشن بتاعنا عشان نكون شايفين كويس. بعد كده نعلم عليهم كلهم تاني، بس الاول نعلم على الدوت دي ونخليها مربوطه بحرف الاي لان هي المفروض تبقى ماشيه معاه. بعد كده نعلم عليهم كلهم باستثناء الدوت لان هي خلاص مربوطه مع حرف الاي، ونديهم 3 كي فريم. الاول نمشي 15 فريم، ادي كده 10، بعد كده 1 2 3 4 5، وندي لكل واحد فيهم 3 كي فريم، واحد في البوزيشن وواحد في السكيل وواحد في الاوباستي. بس الاول قبل ما نعمل كده هنيجي للاضافه العظيمه بتاعه موشن تول وهندوس هنا عشان خاطر نخلي الانكر بوينت بتاعه كل حرف على جنب بالشكل ده. انا هعمل كده عشان خاطر هلعب في السكيل بتاع الشكل بتاعي ويديله حركه اجمل شويه. بعد كده هحط الكي فريمات اللي انا قلت عليها عن طريق ان انا هدوس الت شيفت بي بعد كده اس بعد كده تي. فهو دلوقتي حاط لي كي فريمات في البوزيشن في السكيل في الاوباستي. بعد كده هطلع على اول الكومبوزيشن عن طريق ان انا هدوس على الزرار بتاع هوم من الكيبورد. بعد كده هدوس على العلامه دي عشان خاطر افصل ما بين الطول والعرض في السكيل. بعد كده هخلي دي 50 او ممكن نقول 30. بعد كده نحرك البوزيشن بتاعنا ناحيه الشمال شويه عن طريق ان انا بدوس شيفت وسهم شمال من الكيبورد. كده بالنسبه لي تمام كويس. بعد كده بخلي الاوباستي بتاع كله صفر. ادوس حرف الام من الكيبورد عشان اصغرهم كلهم. بعد كده ادوس تاني على حرف البي عشان اعلم على البوزيشن. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان انا عشان اعمل بوزيشن بستخدم الاضافه بتاعه ديويك باسل. بدوس هنا، بعدين بدوس على الكلينر من هنا. بعد كده ادوس حرف الاس وانا لسه معلم على نفس الليارات عشان يجيب لي السكيل. بعد كده بعلم عليهم كلهم برضو. بعد كده من الاضافه بتاعه باونسر بدوس سكيل. بعد كده بدوس بونس ات. طبعا لو انا عندي اي بلوجن تاني او اي اضافه تانيه بتعمل نفس الموضوع مفيش اي مشكله. لو انا حابب اعملها مانيوال مفيش اي مشكله برضه، بس احنا بنحاول نسهل على نفسنا الحاجات اللي مش محتاجه مجهود زياده. دلوقتي ندوس تاني على حرف الام من الكيبورد. بعد كده ندوس هنا ان بس عشان خاطر نضيق الكومبوزيشن شويه ونشوف الحركه هتبقى عامله ازاي. تمام، ممتازه جدا الحركه بالنسبه لي دلوقتي. ناقص حاجه واحده بس هنعملها، وهي ان احنا بنعمل شيفتنج ما بين الليارات. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عاوز اخلي دي كده تخش شويه ودي تخش ودي تخش شويه وهكذا. انا ممكن اعملها بشكل مانيوال برضو او بستخدم الاضافه العظيمه اللي اسمها ريف. احنا كده كده هنحاول نتكلم على اهم الاضافات اللي موجوده في الافتر افكت واللي بتنفعنا في الشغل بتاعنا في فيديو منفصل، لكن خلينا دلوقتي نتكلم على الاضافه اللي احنا شغالين بيها وهي اسمها ريفت. بعلم على الليارات بتاعتي اللي انا عاوز اعمل شيفتنج ما بينها. دلوقتي هما 9 ليارات. لو انا عاوز اخلي ما بين كل لاير والتانيه فريم واحد بس، فبشوف العدد هنا كام. العدد بالنسبه لي هنا 9 ليارات، فبقلل واحده، فبالتالي هنا بكتب رقم 8 في الخانه بتاعت الارينج. بعد كده بدوس هنا اشغل واشوف. تمام، الحركه ممتازه جدا. نطول شويه بس عشان نشوف لحد ما تخلص ونشغل تاني. تمام، الحركه طبعا جميله جدا ومدياني الباونسنج اللي انا كنت عامله. دلوقتي انا كده خلصت الجزء الاولاني الخاص بالكلمه بتاعه ماكنزي. خلاص خلصنا دول كده. نعلم عليهم كلهم كده ونقفلهم بالشكل ده، وممكن كمان نعمل لهم شاي ونفعل علامه شاي من هنا بحيث ان هم ما يعملوش ازعاج لينا ونقدر نركز في اللي بعد كده. بعدين نمسك علامه الاند دي
بعد كده حرف الواي من الكيبورد، وبعد كده نخليها على الجنب هنا. وبعد كده نعمل حاجتين، سكيل وروتيشن. نيجي هنا نعمل الت شيفت اس والت شيفت ار. بعدين نمشي 10 كي فريم، نثبت برضو الفريمات دي. بعد كده نطلع للاول ونبدا ان احنا نعمل روتيشن بالشكل ده، نوصلها لحد وليكن 120. وبعد كده نخلي السكيل صفر. بعد كده نعلم على الاثنين. بعد كده زي ما قلنا، بدل احنا عندنا لاير واحده شغالين عليها، نروح معلمين على سيلكتد من هنا كده. وبعد كده نعمل باونس 8. بعد كده نشغل كده ونشوف. تمام، الحركة ممتازة زي الفل. ممكن نلعب فيها قدام بس لما نعمل الاسترابة في الأول، بحيث إن احنا نظبط الحركة بتاعتهم مع بعض. دلوقتي متبقي عندنا حاجتين، أول حاجة الكلمة دي، والحاجة التانية الاسترابة والخطوط اللي ماشية معاها. طبعا عشان نظبط موضوع التايمنج، فاحنا هنعمل الاسترابة الأول، لأن الكلمة بتبان من خلال الاسترابة زي ما كنا شوفنا في الفيديو الأساسي. فأنا من الكيبورد هدوس كنترول ار عشان خاطر يطلع لي العلامة بتاعة المسطرة، عشان خاطر أجيب حدود الكلمة اللي هتظهر من خلال الاسترابة. بعدين هاجي هنا على الاول عشان خاطر اعمل الاسترابه من بره خالص، هدوس كيو من الكيبورد، او اجي من هنا اختار علامه المربع دي. لو دوست كيو وجات لي حاجه غير مربع، افضل ادوس لحد ما يجي لي الشكل اللي انا عاوزه. طبعا الشكل اللي انا هعمله، انا عاوز شكل مربع او مستطيل، فباجي هنا وادوس على الماوس واسحب واعمل بالشكل ده. اي شكل هيطلع معايا ما عنديش فيه مشكله، لان انا لسه هلعب في الباث وفي البوزيشن بتاعه. طبعا الشكل طالع معايا باللون الابيض، وانا عاوز نفس اللون بتاع الهويه البصريه بتاعتي، فبدوس هنا كده وبختار من علامه الاي دروبر كده، وباجي هنا اختار اللون بتاعي عشان يبقى نفس اللون بتاع الكلمه، وادوس اوكي. بعد كده ادوس على حرف الشيفت من الكيبورد واطلعها بس كده في الاول، اظبط البوزيشن والباث بتاعها، وبعد كده اشوف هطلعها بره خالص ولا هعمل ايه. باجي اول حاجه هنا بس بسميها عشان ابقى عارف دي ايه، واسميها وليكن شيب. بعد كده بدوس من الكيبورد على حرف اليو مرتين ورا بعض عشان خاطر يفتح لي الخصائص بتاعتها، ومن هنا بدوس على الباث واحط كي فريم. بعد كده بمشي 15 فريم، وبعدين بدوس هنا على اي حته فاضيه عشان بس خاطر يسيب لي الحاجات اللي كانت ممسوكه هنا. بعد كده بدوس على كلمه باث الاولانيه عشان خاطر يعلم على الشكل بتاعي بالشكل ده، وابدا ان انا امسكه واتحكم في الحدود بتاعته بالشكل ده. انا طبعا عاوز اوصل الباث لحد ما يوصل ان هو يخبط في الكلمه او في الحرف بتاع الاند هنا. تمام. بعد كده همسك الحته اللي في الاخر واصغرها برضو لحد ما اوصلها وليكن هنا مثلا. بعد كده بمشي 25 فريم كمان، ادي 10 ودي 10 ودي 1 2 3 4 5. بعد كده برجعهم تاني للاول لحد ما يختفوا، ان انا هقف تاني على كلمه باث هنا، وامسك الضلع ده كده هنا عشان اسحبه عند اخر حرف الواي. طبعا ادوس شيفت من الكيبورد عشان يرجع مظبوط. بعد كده ادوس هنا واجيب ده هنا بالشكل ده، اقربه شويه، انا عاوزه ينتهي بالظبط وكلمه واي بتبان يعني هنا كده. تمام تمام تمام. بعد كده هنا نفس الكلام زي الفل بالنسبه لي، ممتاز. لحد بقى انا عاوزها ايه تختفي، ما تبقاش باينه تماما، يعني اجي هنا كده. ممتاز كده بالنسبه لي، ممتاز جدا. بعد كده هاجي هنا عند اخر كي فريم وهرجع واحد كمان، ومن الكيبورد بدوس على الت اوبن براكتس او حرف الدال بالعربي. بعد كده بعلم على الكي فريمات كلها وبدوس F9 من الكيبورد. بس عشان خاطر اسهل على نفسي الموضوع، بستخدم الاضافه بتاعه موشن 2. باجي هنا بخلي دي 80 او 75 وليكن 80 كده مثلا. بعد كده بدوس هنا بس حرف ال N من الكيبورد عشان اشوف شكل الحركه عامل ازاي عندي. بعد كده بدوس 0. تمام جدا، ممتاز. الحركه كده طلعت زي ما انا كنت عاملها بالظبط. حتى انا كنت في الفيديو الاساسي كنت ضايف لها بوزيشن، دلوقتي مش حاطه والحركه مظبوطه تمام 100%. دلوقتي احنا متبقي عندنا حاجتين فقط. اول حاجه ان احنا نحط اللاينز، الخطوط اللي موجوده فوق وتحت الشيب. والحاجه الثانيه ان احنا نظهر الكلمه من خلال الشيب ده. هنعمل كده ازاي؟ اول حاجه خلينا نعمل الخطين، ودول سهلين جدا جدا جدا. انا دلوقتي خلاص عملت الحركه بتاعت الشيب، مش محتاج ان انا اعمل الخطوط من اول وجديد. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل دوبليكيت للشيب بتاعي، وهبدا العب بس في القيم بتاعت السكيل بتاعته. ازاي الكلام ده؟ هنشوف دلوقتي. هنمسك هنا الشيب وندوس كنترول دي، بعد كده ندوس اس من الكيبورد. بعد كده نمسك السكيل بتاعه بالشكل ده وهنخليه هنا وليكن 10. زي ما انتم شايفين هو بقى بالشكل ده. لا انا عاوز اصغره كمان، اخليه 5. وهاجي هنا هرفعه بحيث ان هو يبقى فوق الشيب الاساسي بتاعي، يبقى ماشي محاذي ليه. هنصغر كده ونبص بصه تاني ونشوف. طبعا زي ما احنا شايفين هو ظبط في العرض بتاعه، بس انا عاوز الطول بتاعه كمان يكون اطول من الشيب بتاعي زي ما هو كان موجود معانا في الفيديو الاساسي. فهاجي هنا واخلي دي وليكن 300 مثلا، وهزود العرض بتاعي برضو حاجه بسيطه. اشغل كده واشوف. طبعا هو ماشي بسرعه مهوله. هاجي هنا برضو من الكيبورد واخليه يتاخر شويه كبوزيشن، بحيث ان هو سابق قوي الشيب بتاعي. اشغل كده واشوف، برضو لسه سابق. ارجعه على قد ما اقدر. انا طبعا بدوس شيفت وبدوس سهم يمين بالكيبورد عشان خاطر يرجع معايا. بعد كده هاجي هنا عند السكيل برضو اللي انا كنت لاعب فيه، واحط كي فريم للسكيل في الاول، وفي الاخر ممكن اخلي القيمه دي تبقى وليكن 50. بعد كده دي كي فريمات هنا F9 بس عشان تبقى ايزنج شويه، واشوف كده.
تمام، انا بالنسبه لي الحركه دي كده ممتازه. بعدين هعمل دبليكيت لللاير دي، وهاجي هنا هنزلها تحت بحيث ان هي تبقى محاذيه برده من الناحيه الثانيه. هدي بس دول لون مختلف شويه عشان خاطر يكونوا مميزين عن اللون الاولاني، وليكن اللون الفوشيا. وهعلم على الايكون اللي هنا دي عشان خاطر الحركه تبقى بلوري شويه ويبقى شكلها احسن. نشغل كده ونشوف. تمام، بالنسبه لي كده كويسه. هي طبعا كانت طالعه معايا بشكل احسن في الاول، لان الواحد بيقعد يجرب لحد ما يوصل للحاجه المريحه لعينيه. انا كده كده هحط لكم ملف الاصلي، لكن انت لازم تتعود انك تجرب في الحاجه لحد ما تظبط معاك ان شاء الله. بعد كده من باقي عندنا حاجه واحده، وهي الكلمه الاخيره، ودي ابسط ما يمكن. طبعا انا كنت مقسمها على الفوتوشوب كذا لير على اساس ان انا لو حبيت احرك كل واحده بشكل منفصل، لكن وانا بحرك قررت ان انا اعملها بحيث ان هي تظهر من الاسترابه بتاعتي. طيب بعمل كده ازاي؟ ليها اكتر من طريقه، بس الطريقه اللي انا هستخدمها ان انا هعمل شيب واخلي الشيب ده ماشي ورا الاسترابه والكلمه تظهر من خلاله. فهاجي هنا في الاول وبعد كده هعمل شيب على قد الكلمه بالظبط او اكبر شويه، مش مشكله. هدوس هنا كده واضغط بالماوس واسحب بالشكل ده. تمام، انا هخليها مقفوله دلوقتي لان انا مش عاوز اشوفها، انا يكفيني الحدود بتاعتها بالظبط. بعد كده هنفضل ماشيين كده 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 تمام لحد ما الاسترابه تبدا ان هي ترجع معانا. فاول ما تبدا ترجع هجيب بقى الشيب بتاعتي اللي انا لسه راسمها، افتحها بس عشان اكون شايفها، وبعد كده اخرجها خالص بره الشكل بتاعي، وليكن هخليها كده. بعد كده هخليها تبدا من هنا تمام مفيش مشكله، وادوس الت شيفت بي من الكيبورد عشان الحركه تبدا معايا. وبعد كده بعد 20 فريم تقريبا هحركها بحيث ان هي توصل لهنا. تمام كده، هنزلها بس تحت خالص عشان تبقى جنب الحروف بتاعتي. بعد كده اقول انا عاوز الحروف دي كلها تظهر من خلال الاسترابه دي عن طريق ان انا بعلم عليهم، ومن علامه البيك ويب دي بدوس هنا وبختار بالشكل ده. فبالتالي لما باجي ادوس هنا هي مش باينه لحد ما تبدا تتحرك معاهم. طب عشان خاطر بس اظبط الحركه بتاعتها هتلاقيها ما بتبانش قوي مع حركه الاسترابه، فعشان خاطر تطلع معايا مظبوطه 100% باجي هنا اطلع فوق واشوف الكي فريمات بتاعه الشيب، ادوس هنا كده وادوس يو الكي فريمات بتاعه الشيب الاساسي عندي اللي هو الاسترابه اللي بتتحرك. بعد كده بعلم على الاثنين كي فريم هنا. بعد كده الاضافه العظيمه بتاعه ايز كوبي هنا، بدوس كوبي من هنا. بعد كده بنزل وبعلم على الاثنين كي فريم دول وبدوس هنا، بدل ما ادوس فاليو ادوس هنا ايز عشان تجيب لي نفس الجراف اديتور بتاعها بالظبط. بعد كده لما هاجي همشي هنا واحده واحده هتلاقيها ايه بدات تظبط الى حد ما. طبعا في اختلاف بسيط شويه بس ممكن ان انا اعالجه عن طريق ان انا اظبط حركه البوزيشن شويه. يعني هاجي هنا كده مثلا، اجي اشغل كده واشوف. تمام، ممتازه جدا، طلعت زي ما انا كنت عامل بالظبط. بعد كده ادوس كنترول ايه والغي علامه الشاي، وبعد كده اعلم ان انا اشغل كل حاجه مفتوحه عندي. كنترول ايه اهو. تمام كده كل حاجه اشتغلت. نيجي بقى نبص بصه. ناقص حاجه واحده بس، ان انا كنت بخلي علامه الاند كانها بتخبط في الاسترابه وبعد كده الكلمه اللي بعدها بتظهر. هي تقريبا كده مظبوطه، بس ناقص اعمل حاجه واحده بس، ان انا اظبط الروتيشن شويه، وممكن اظبط كمان موضوع البوزيشن. فهاجي هنا هقف دلوقتي، همسك علامه الاند اللي انا كنت مديها اللون الاحمر، وهاجي في الاول كده ادوس الت شيفت بي. بعد كده ادوس على حرف الكي من الكيبورد عشان خاطر يطلعني على الكي فريمات اللي بعد كده. بعد كده باجي هنا اروح مقدم دي شويه بالشكل ده. بعد كده بعد 5 فريم بس ببدا ان انا اخد الفريم الاولاني عشان ارجعه لمكانه مظبوط. كنترول سي كنترول في. بعد كده بعلم عليهم، وزي ما كنا عملنا من شويه بعمل علامه الكلينر من الدويك باسل. باجي هنا علامه الكلينر بدوس على دي هنا كده. بعد كده علامه الكلينر، طبعا اوسع شويه عشان اشوف، بس انا تقريبا حافظ مكانها. اشغل كده واشوف. تمام، هي كده ظبطت، بس عشان خاطر ابين الخط اكتر فانا برضو هاجي هنا هحتاج ان انا اثبت الروتيشن هنا، وهاجي عند الكي فريم اللي قبله واخليه يلف بزياده بالشكل ده. فلما نشغل كده ونشوف، تمام كده كانها خبطتها بروسيه زي ما احنا شايفين، وبينت الكلمه اللي بعدها. عشان خاطر تطلع برضو بشكل احسن انا بحرك الكي فريمات بتاعت الروتيشن فريم واحد فقط. باجي هنا ادوس على الت من الكيبورد وسهم، فبتتحرك فريم واحد فقط. طبعا اكون معلم على الكي فريمات. اشغل كده واشوف. كده الحركه بتاعتي طلعت اشيك واسلس. نشوف كده الشغل بتاعنا بعد ما خلصنا. دلوقتي طبعا هي الى حد ما مظبوطه، بس لا، صوت الخبطه او الخبطه نفسها مش باين. القوه بتاعتها باينه في الاند نفسها لكن مش باينه في الايزنج بتاعت الشيب. فباجي هنا بطلع عند الشيب وادوس على حرف اليو من الكيبورد وبعلم على الشيبس بالشكل ده واشغل الجراف اديتور عشان اخلي الشيب بان كانه اتخبط جامد ورجع بسرعه.
هعمل حاجتين. اول حاجه ان انا بعلم بالشكل ده واخلي الهاندل مشدوده على الناحيه دي بحيث ان الحركه تبقى هنا جايه سريعه قوي. اشغل كده واشوف. برضه هخليها من الناحيه التانيه مشدوده عشان تبقى مظبوطه برضه اكتر، وارفعهم بالشكل ده هما الاثنين عشان خاطر الكي فريمات او الحركه ما بتقفش. لما انا برفع الهاندل فوق شويه الحركه بتوصل لحد الاخر، بس تبتدي عن الاخر قبل الاخر بشويه وتكمل الحركه بتاعتها، ما بتقفش وبعد كده بتشتغل تاني. نشغل كده ونشوف. تمام، اظن حسيتوا بالفرق. رجعوا بالفيديو كده نص دقيقه وبعد كده اطلعوا تاني، هتلاقي كأن البتاعه فعلا خبطت وجالك احساس ان هي في خبطه حصلت. طبعا لما عملنا الموضوع ده هنرجع تاني نبص ونظبط التايمنج والايزنج تاني بتاع الاند، لان احنا لما عدلنا في الجراف بقت الخبطه باينه كانها بدري شويه. فكل اللي انا هعمله ان انا هوسع بس الكي فريمات بتاعتي شويه واشوف الحركه ممكن تبقى عامله ازاي. ابص كده. تمام، الخبطه جت يعني مثاليه زي ما بيقولوا كده. احنا خلصنا كل حاجه وناقص حاجه واحده بس، ان احنا وقت ما الخبطه كانت بتحصل الدنيا كانت ماشيه بالوان معينه وبعد كده بقت بالوان تانية والنقطه بتنط لفوق. ساعتها نظبط النقطه الاول وبعد كده نطلع بره الكومبوزيشن عشان نعمل الحته بتاعه الالوان دي. اول حاجه بنعملها ان احنا بنيجي عند اللاير بتاعه النقطه وندوس الت شيفت بي عشان نحط كي فريم في البوزيشن. بعد كده بنمشي 10 كي فريم ونطلع شويه كده عن طريق ان احنا بندوس شيفت وسهم لفوق. بعد كده بنمشي حوالي 5 كي فريم بس. بعد كده بنعلم على اول كي فريم ونعمل له كنترول سي كنترول في. نشغل ونشوف كده. تمام، الحركه مظبوطه وحلوه وزي الفل. بعد كده بقى بنطلع على الكومبوزيشن الاساسي من هنا ونيجي هنا بالظبط عند الحته اللي هيحصل فيها الخبطه بالشكل ده ونحط افكت اسمه انفيرت. الافكت ده بيعمل ايه؟ خلينا نشوف مع بعض. نيجي من هنا وندوس انفيرت ونحط الايفكت ده. بيعمل لي ايه؟ بيلعب لي على الالوان بتاعتي. يعني انا دلوقتي لو قعدت العب كده على المود اللوني بيبدا يغير لي الالوان بتاعتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. فانا هنا لما هو حطها لي عمل لي بلند وعكس لي الالوان. فباجي هنا بدوس على علامه الساعه عشان خاطر يعمل لي كي فريم. بعد كده بدوس على حرف اليو من الكيبورد. بعد كده بمشي كي فريم واحد عن طريق ان انا بدوس بيدج داون زي ما احنا عارفين. بعد كده بخلي دي 100% على طول. نيجي نبص كده زي ما انتم شايفين طبعا معايا مظبوطه وزي الفل. الحاجه الوحيده فقط اللي انا هعملها ان انا هعدل بس في التايمنج بتاع النقطه زي ما احنا متعودين. هخليه وهي بتخبط بتبدا تطلع معايا. طب انا كده كده عندي حرف الاي لازم يبقى موجود في مكانه. فاللي انا هعمله ان انا هخلي اللاير زي ما هي. انا بس هحرك الايه الكي فريمات بتاعتي بحيث ان هي تبقى مظبوطه وقت الخبطه تبدا تنط النطه بتاعتي. تمام، وقت الخبطه هنا كده عشان تظبط معايا هقص اللاير بتاعتي. تمام، مفيش مشكله. من هنا ونبص بصه تاني. نشغل من بره عشان تبقى باينه احسن. ندوس هنا دوس ان بس عشان خاطر ما نشغلش الحركه كلها. زي ما انتم شايفين وزي الحركه اللي احنا كنا عاملينها طلعت بالشكل ده. طبعا ممكن يكون محتاجه شويه تظبيطات في التايمنج والسبيسنج. انا كده كده هسيب لك الملف الاصلي للحاجه اللي كانت معموله فيه بشكل مظبوط 100%. الفيديو ممكن يكون طويل شويه لكن بجد حاول تشوف الفيديو اكتر من مره وحاول تطبق، لان ده هيبقى ريفرنس ليك لما تيجي تعمل حاجه فيها اي تكست انيميشن بالشكل ده. وزي ما انت شايف ظبطنا الايزنج وظبطنا الحركه وظبطنا افكتات معينه، وان شاء الله تستفاد دايما يا صديقي باي حاجه بنقدمها. لو عندك اي تساؤل او استفسار اكتب لنا في الكومنتات. ما تنساش اللايك والشير ودايما هتلاقي عندنا كل جديد. سلام يا صديقي.